آخر مرة كي هبطت المرقاز نشوي فيه على البحر، برشا منكم طلبتوا مني الوصفة، وأنا على خاطركم عاودتها. قلت مادام جاي عيد فرصة باهية، وزيد جيتكم بطريقة تنجموا تعملوه مع عند الجزار متاعكم. جوست تفوحوا اللحم وتهزوهوله وهو يعمر ويعمل كل شيء. أول حاجة استعملت مفروم بقري ومفروم علوش. مفروم العلوش راهم خذيتهم من البلايص اللي يكونوا كيما الكرش اللي فيها برشا هكايا دهون، هو اللي بنان لي المرقاز متاعي. ومن بعديك فوحت باللفاحات وتلقاهم مكتوبين تحت الفيديو، وزدت الزيت زيتونه وباش نخلطهم بالكدا بالكدا. وبعد كي نتاكد اللي كل شيء تخلط باش نمشي نعمل تيست صغير في القلايه، نشوف الملح مريقل ولا كان كل شيء سافا وما يستحقش زياده. نزيد شويه ماء ونخلط بالكدا باش اللحم متاعي يرطاب، ومن بعد في الماكينه ما يتعبنيش كي نعملوا المرقاز. هزيتك اللحم اللي فوحته ومشيت للجزار متاعي، اعطيته اللحم وهو عمل كل شيء، حط المصارن. وما شاء الله المرقاز تعمل في رمشة عين. راهو تنجموا تعملوا وحدكم على كيفكم، انا راني في العاده نعمل وحدي، اما باش نسهل عليكم وما تستصعبوهاش وريتكم اللي راهو تنجموا تفوحوا وتعملوا المرقاز على كيفكم واللحم على كيفكم، وتعرفوا شنية في وسط المرقاز متاعكم. معناها تنجموا تهزوا للجزار وتبداو متهنين 100% اللي المرقاز متاعكم هذاك الكل لحم وصحي. جربوه وتفكروني باش يعجبكم برشا.